السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وسعادة وسلام ان شاء الله بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين. خلاص بقى داخل علينا رمضان اهو. النهاردة قلنا ان شاء الله بإذن الله جبت سمك بلطي اهو، ونضفته كويس جدا زي ما احنا شايفين، ونقعته بالليمون والملح. وبعد كده جبت التتبيله، جبت توم انا مفرزاه، وجبت قرن فلفل احمر وقرن فلفل اخضر، ضربتهم في الكبه، وهنبدا ننزل عليهم بقى بالليمون بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحب اكتر الليمون قوي مع السمك. اعملوا بالشوكه كده احسن، بتلاقي الليمون بينزل كله احسن ما تعمليها بالسكينه. طبعا لو في بذره ولا حاجه بنشيلها. بس وهنحط عليه الملح والكمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وهبدأ بقى اللي هي السمكة مثلا اللي هي الكبيرة اللي عندي كده بقى ايه، بقطعها كده. والناحية التانية برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجة في السمك تمسكيه تلاقي اللحم بتاعه كويس، والخياشيم بتاعته او النخشوش بتاعه ده تلاقيه احمر وردي كده، وعينيه تبقى ايه صبحه وجميله كده، واللحم بتاعه ماسك. هتبل واحده معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه كتري الكمون اللهم صل على محمد. كتري الكمون والليمون. بسم الله الرحمن الرحيم. برضه هحط في الفتحات اللي انا فاتحاها دي. الناحيه التانية. واديله مسحه كده برضه من التوم والليمون كده، يبقى جميل. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. خلاص بسم الله ما شاء الله تبلت الكميه كلها اهي، وبسيبها بقى بنقعها في التتبيله بتاعتها دي. بسيبها ساعه كده تتبل، ساعه ساعه ونص حسب ما انت ايه هتخلصي بقى وتقومي تعملي. وكل ما بتتبل بيبقى طعمها جميل، واللحم كده يشرب التوم بالليمون بالكمون بالحاجات الحلوه اللي فيه كده. خلاص ان شاء الله باذن الله، ولما اخلص هوريها لكم. وده انا شاويه بدنجان. هعمل بابا غنوج بالطحينه الجميله اللي انا عاملاها. الطحينه طلعت يا جماعه والله خرافيه، تحفه تحفه تحفه. احسن ما كنت بعملها الاول بالسمسم. يعني السمسم مع السوداني خطير، الطعم بتاعها روعه ولونها ابيض قشطه. وان شاء الله باذن الله لما اخلص بقى هوريه لكم. شايفين يا جماعه؟ بسم الله ما شاء الله الطحينه اللي انا عملتها طالعه اقسم بالله تحفه، والطعم روعه روعه روعه. وهنا طبعا البابا غنوج ههرسه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط بقى من الطحينه الجميله بتاعتنا دي. ده ممكن وجبه بابا غنوج دي
تحطي فيها خضار وتحطي فيها حاجات وفلفل وجزر. انا هحط جزر وتتاكل كده وجبه لوحدها. عندي طبعا الثوم بالليمون بالفلفل بالكمون، انا مش هكتر منه. واحط جزر برضو. وعصرت عليها ليمون. نحط عليها بقى زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. وبألف هنا بقى، وبألف هنا طبعا للي هياكل. واستنوا بقى ايه لما اعمل بقى الرز بقى باذن الله والسمك اخلصه وهوريكم بقى في الاخر. الرز بتاع الصياديه اهو، هو بيتحمر مش بيتحرق. هنزل عليه بشويه ميه. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل عليه بحته تومه كده بتدي طعم الرز تحفه. وبعدين بقى هحط الميه تتغلي، هروح حاطه سقطه الرز اهي. الميه بسم الله الرحمن الرحيم. هنسقط الرز. ونغطي عليه بقى لحد ما يستوي. بحط ليمون، قشر ليمون مع الزيت. وطبعا بدرت السمكه بالدقيق زي ما احنا شايفين اهو، وبنفضها بقى من الدقيق خالص كده. وبعدين هحطها بقى في الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ بسم الله ما شاء الله. وبألف هنا طبعا للي هياكل. وما تنسوش اللايكات والاشتراك في القناة اللي أول مرة يشرفني ويزورني في القناة. لو عجبك المحتوى اشتركي في القناة. وطبعا الرز معلش لسه هنغرفه اهو. واقول لكم ايه، اترككم في رعاية الله وامن وحفظه، وانتظروني في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.